25 يناير ويقول عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وجاب حكم جديد. وللأسف الحكم الجديد ما كانش قد المسؤولية وغير هذا الحكم الجديد. تفتكروا الشباب بعد طول مشوار من أيام ما كان طفل بيحترم العلم وعرف معنى كلمة الوطن وحس بالوحدة الوطنية ونزل وشارك وكان منهم شهداء، تفتكروا بعد كل هذا المشوار وبعد كل هذا التعب وبعد كل هذه المعاني، تفتكروا يجي الشاب يقول ايه دلوقتي في الحالة الراهنة اللي احنا فيها؟ بالمعنى البلدي كده للشباب، لا انا مش لاعب، لا انا قاعد في البيت. بقول لك ايه، انا مهما اعمل مش متصلحه، زي ما بيقولوا مخروبه مخروبه. انا ايه اللي هينزلني؟ انا ايه اللي هيخليني اروح؟ طب ده انا بسمع دلوقتي عن تفجيرات، طب ما انا اقعد في بيتي احسن. عارفين هقول له ايه؟ هقول له زي ما زمايله قال، لو قعدت في بيتك دلوقتي هتخسر فرصة عمرك، فرصة عمرك في حاجة اسمها التمكين السياسي للشباب. يعني ايه التمكين السياسي للشباب؟ بمعنى مبسط ان الشاب بيصنع قراره بايده، ما بيتصنعلوش القرار. ان الشاب بينزل ويقول انا عايز 1 2 3 4 والياتي في تحقيق هذه المطالب 1 2 3 4 وفقا لوعي، وفقا لكفاءة، مش وفقا لمهاترات. بعد كل الامكانيات اللي عند اي شاب فيكم وهيقعد في البيت، بعد كل اللي مر بيه من حضانه لمدرسه لجيره لوحده وطنيه، هيقعد في البيت؟ مش هيتمكن سياسيا. ده انت عندك الفرصه انك انت تشيل معوقات التمكين السياسي في الوقت الحالي. عندك فرصه انك تشيل معوقات التمكين السياسي في الوقت الحالي او التمكين بوجه عام. زي ما زمايلكم قالوا ان الشباب ما عرفش يبني امكانيات وما كانتش عنده وكانت عنده معوقات. من اهم المعوقات بتاع الزمان اللي احنا كنا بنبني عليها كل احباطاتنا الفقر، الاميه، الجهل، عدم تداول السلطه، البيروقراطيه. ما كانش في صف تاني للقياده، كان تملي الصف التاني بيتم القضاء عليه عشان تفضل القياده زي ما هي. بالتالي اصبح هناك تهميش للشباب. كل اللي انا قلتها دي، كل المعوقات دي اصبحت موضه قديمه للاحباط. مش دلوقتي في الوقت الحاضر، مش دلوقتي في الوقت الحاضر، لا ده الكلام ده من ايام جيمي كارتر وما قبله. اللي اطلق كلمه الفوضى الخلاقه في 2006 هي كوندريزا رايس وزيره الخارجيه الامريكيه. تمام؟ ايه ملخص الفوضى الخلاقه؟ هي بتقول لك ان عشان تتحقق في الدول العربيه الاستقرار والديمقراطيه لابد ان يسبق ذلك فوضى عارمه. فوضى عارمه من خلالها سوف يتم الاستقرار. تمام؟ وتلك الفوضى هي ما نمر به الان من ثورات. مش قصدي ان الثورات غلط، اكيد الثورات كان ليها اهداف جميله، ولكن تم استخدامها من الخارج استخدام سيء. تمام؟ موضوعنا النهارده في استخدامها السيء لينا كشباب. لينا كشباب. مقدمتي دي عباره عن ايه؟ عذرا كل واحد فينا عنده في بيته اب او ام او اخت او جار مريض. الجار ده بيصدف ان هو عايز يخش يعمل عمليه، وهو داخل يعمل العمليه الاول بيظبطوا له ايه؟ ضغط وسكر. بيظبطوا له ايه؟ ضغط وسكر. احنا بنظبط حزننا على البلد دلوقتي قبل ما نتعرف على الدكتور. بنظبط الاحباط اللي جوانا وبنشيله، بنظبط العزله اللي جوانا ونشيله. طب الفوضى الخلاقه دي والثورات والفوضى اللي احنا عايشينها صدرت لنا ايه؟ اول حاجه صدرتها للشباب الحيره. كل واحد من اللي قاعدين اكيد عنده حيره جواه. نختار يمين ولا شمال؟ تبقى مع الجهه
الاولانيه ولا الجهه الثانيه من غير مسميات. طيب انا العالم بيمشي بسرعه وتقدم كبير، طب واحنا ماشيين ببطء ليه؟ طب اخد العلم اللي عمله الغرب عشان هم سبقونا وارجع اقول ايه؟ لا، ده هم مش عايزين فايدتنا، ده عايزين فايدتهم هم عمرهم ما يصدروا لي الهاي تكنولوجي، كمان بيصدروا لي ايه؟ تكنولوجيا اللي يا دوبك تمشينا. عمرهم ما عايزين ان هم يكبرونا. طب اخد التكنولوجيا بتاعتهم، اخد تقدمهم، ولا ابقى زي ما انا؟ الحيره اللي فيها الشباب بتخليهم يبقوا زي ما هم، ما بيتكيفوش مع الواقع، ما بيناموش نفسهم، ما بيتكيفوش مع الوضع ويناموا فيه، ما بيكونوش رياضيين عادي. تمام؟ ولكن الحاله بتاعت الحيره دي بتؤدي بيهم الى فقدان الثقه. تفتكروا مفيش حد فينا عنده ومر الايام دي من خلال هذه الاحداث باحساس ان هو فاقد الثقه في نفسه؟ اكيد كل واحد فيهم، بما فيهم انا، حتى لو كنا اقوياء. العمل للصالح العام. كل واحد لما بيحصل له شكوى مبكره ان هو بيهتم بحالته الشخصيه بيبقى ما عندوش قدره ان هو يفكر الصالح العام ده فيه ايه. ما بيبقاش عنده قدره ان انا اقول البلد عايزه مني ايه. كفايه قوي ان انا بذاكر عشان اقدر انجح، كفايه قوي ان انا بقدر انزل واخد كورساتي. تمام؟ لكن البلد لها بقى رب يحميها. تمام؟ كل تلك المساوئ بتؤدي بالشباب وبينا اجمعين، تمام، او بينا كلنا، الى العزوف عن المشاركه. العزوف عن المشاركه. تمام؟ طيب عشان نطلع من الحاله اللي احنا فيها دي، عشان نطلع من الحيره، نطلع من الشيخوخه المبكره، نطلع من كل المعاناه. وبعد المدارس دخلت كليات، وحتى لو ما حالفنيش الحظ دخلت كليه واتعلمت في كليه، ولكن دخلت مدارس وفكيت الخط. اخدنا حاجه بدائيه كده في منهجنا الدراسي ان احنا نعمل مقارنه. لما بنيجي نخطو اي خطوه بنعمل مقارنه. تمام؟ وبنقارن اليمين صح ولا الشمال صح، هقول نعم ولا هقول لا، هنتمي لاي تيار. تمام؟ ولا انا ليا تياري لوحدي. خلاص؟ يعني الخروج من كل المعوقات، تمام، وكل الاحباطات دي هتتم من خلال ان انا بحاول اعمل مقارنه. كتير منكم يقولوا لنا ايه؟ طب ما انا سببي